حبايب قلب الإدارة عاملين إيه؟ أتمنى تكون بخير وصحة وبسلامة. يلا بينا نتوكل على الله. مستر عايز تكلمني عن إيه؟ هكلمك على حاجة اسمها الحياة النيابية. يعني إيه الحياة النيابية يا مستر؟ المجالس. برضه مش فاهم. طب تعالى نقول تعريف كتاب المدرسة وبعد كده نفهمه مع بعض. في كتاب المدرسة قال لك يا باشا تعريف الحياة النيابية إن الشعب بتاعنا ينتخب ممثلين لإدارة شؤون البلاد. يعني ايه؟ نعمل مجلس شعب وننتخب ناس يبقوا هم يتولوا شؤوننا. نقول لهم والله يا جماعه احنا زعلانين من كذا وبنعاني من كذا. هم يوصلوا كلامنا لمين؟ للناس اللي فوق. ايوه الله ينور عليك. طيب تعالى عايز اكلمك عن تطور الحياه النيابيه من اول محمد علي. يا نهار ابيض، محمد علي رجع تاني. اما هنتكلموا على جمله صغيره في عصره. قال لك تطور الحياه النيابيه في عصره. محمد علي عمل مجالس استشاريه سوريه لا سلطه لها. استشاريه كده قاعدين كده يلا ايه يتكلموا مع بعض وخلاص ملهاش اي ثلاثه لازمه. طب زي ايه؟ قال لي مجلس الشورى كان من علماء ومشايخ واعيان، بس محمد علي كان بيختارهم بنفسه، الشعب مش هو اللي بيختار. طب مهمتهم قال لك النظر في المسائل الاداريه، اي حاجه تبع الاداره. طب هو فعلا كانوا بيعملوا كده؟ يا عم بقول لك مجالس سوريه لا سلطه لها، ما بتعملش اي حاجه. وعمل المجلس العالي ده زي مجلس الوزراء حاليا. قال لك كان متكون من الدواوين رؤساء المصالح، وضم ليه اتنين لشؤون الحسابات. وضم ليه برضو اتنين من اللي جاي ده، اتنين مشايخ، اتنين علاء، اتنين اعيان، اتنين تجار عن كل مديريه. بس كده بس. يبقى محمد علي عمل ايه؟ مجلس شورى، مجلس عالي. المجلس الشورى كان محمد علي بيختار الناس بنفسه، مهمته النظر في المسائل الاداريه. المجلس العالي قال لك زي مجلس الوزراء دلوقتي، تكون من ايه؟ وزاره دواوين، رؤساء المصالح، وضم ليه اتنين شؤون حاسبات، وجاب اتنين مشايخ، اتنين علاء، اتنين اعيان، اتنين تجار عن كل مديريه، واي اتنين جاي معاك في السكه حطه مجلس عالي. تعالى في عصر الخديوي اسماعيل يا باشا. اسماعيل سمعه، قال لك انشا مجلس شورى النواب، اعضائه من عمد مشايخ كبار الملاك، بيقعدوا مده 3 سنين، بيتم انتخابهم مده 3 سنين. قال لك عايز اسالك سؤال مهم بما تفسر. يعد مجلس شورى النواب خطوه مهمه في تطور الحياه النيابيه في عهد اسماعيل. ليه؟ عشان ده كان اول مجلس منتخب منذ عهد محمد علي. محمد علي كان هو اللي بيختار الناس بنفسه، لكن ده اول مجلس احنا ننتخب الناس فيه اول مره. عشان كده ده يعد خطوه مهمه في تطور الحياه النيابيه. جميل قوي. طب عايز اعرفك عن حاجه اسمها الدستور عشان نتكلم عليها دلوقتي. قال لك الدستور ده وثيقه رسميه تحدد نظام الحكم في الدوله وتحدد شكل واختصاص المسؤوليات الدستوريه. كل الكلام ده على عيني وعلى راسي. معنى ايه يا مستر؟ كتاب كده دستور موجود فيه قوانين ايه يا مستر؟ بيحدد فيه نظام الحكم، بيقول لك الحكم يمشي ازاي ونظامه ازاي، وكل واحد في اي مؤسسه موجود سلطته ايه، حقوقه ايه، واجباته ايه، رئيس الوزراء حقوقه ايه، واجباته ايه، مهمته يعمل ايه، وهكذا. رئيس المحكمه العليا مهمته ايه، حقوقه ايه، واجباته ايه، الراجل اختصاصاته ايه، وهكذا. ده كده الدستور. البرلمان بقى يطلق على المجالس النيابيه التي تتولى السلطه التشريعيه. سلطه القوانين بيبقى من اسمهم البرلمان. جميل جميل جميل. اللي بعده قال لك يا باشا تعالى مرحله عهد الاحتلال تطورت فيه الحياه النيابيه اصلا. برضو ما تشغلش بالك بالصوره دي عشان انا. قال لك المرحله الاولى عملناها في مرحلتين. المرحله الاولى من بدايه الاحتلال حتى الحرب العالميه الاولى، والمرحله الثانيه من 1913 حتى قيام ثوره 23 يونيو 1952. انت واخدها الترم ده. في المرحله الاولى عملوا مجلسين استشاريين برضه لا سلطه لهم. يبقى تشابه الحياه النيابيه في عهد الاحتلال ومحمد علي في المجالس النيابيه في نقط انهم مجالس لا سلطه لهم. اكتب دي عندك. عملوا مجلس شورى القوانين والجمعيه العموميه، وفي عام 1913 انشأوا جمعيه تشريعيه. مستر عليا اعرف ايه الحاجات دي بتاعت ايه؟ لا، عايزك تعرف ان هو في عهده انشأوا مجلس شورى، جمعيه عموميه، جمعيه تشريعيه، بس احفظها كده. في المرحله الثانيه عملوا دستور 23 لو فاكره، مش لازم تفتكره. تضمن في ايه بقى؟ قال لك حريه تكوين الاحزاب السياسيه. كل بقى الناس بقى يعملوا لهم حزب سياسي، حزب الوفد، حزب يتولى شؤون البلاد. يتولى شؤون الشعب، يسمع منهم وبعد كده يوصل لنا الكلام. انشاء برلمان
يماثل او زي السلطه التشريعيه، وتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. بس كده، كلام سهل ولذيذ يا مستر، والله ما فيهوش حاجه، درس اصلا خفيف بس هو تفاصيله كتير. مرحله ما بعد ثوره 23 يوليو. بعد ثوره 23 يوليو فعمي جمال عبد الناصر وانور السادات قال لك قامت الثوره بالغاء دستور 23. فاكر الغاء دستور 23 في 52 حل الاحزاب السياسيه. ايوه افتكر كده، حل الاحزاب السياسيه اللي كانت موجوده، وتطورت الحياه النيابيه خلال عهد رؤساء مصر زي ما اقول لك دلوقتي. في عهد جمال عبد الناصر اصدر دستور 56، وده اول دستور لمصر بعد ثوره 23، ونص على ايه؟ ان السلطه التشريعيه في يد مجلس منتخب. نعمل مجلس كده يبقى في ايده السلطه التشريعيه اللي بتاعت القوانين. وانشاء مجلس الامه، انشأوا مجلس الامه في يوليو 57، ده شبه مجلس النواب دلوقتي. حلو. في عهد السادات بقى قال لك اصدر دستور 71 لما كان عمل التهيئه الجبهه الداخليه، اصدر دستور جديد، دستور 71. ايوه فاكر انت ولا لعيب. اصدر عليه الدستور الدائم، اطلق عليه اسف. طب ليه يا مستر اطلقوا عليه الدستور الدائم؟ قال لك عشان هو سياده القانون واستقلال القضاه واقرار مبادئ التعدديه الحزبيه. يعني ليه اطلقوا عليه كده؟ ليه اطلقوا على الدستور 1970 الدستور الدائم؟ عشان ده سياده القانون، ابو القانون كله. استقلال القضاه، القضاه بقى ليهم راي وقادرين يعملوا اللي هم عايزينه. اقرار مبادئ التعدديه الحزبيه، يعني عادي يبقى عندنا احزاب كتيره في البلد. حلو جميله والله اكبر عليك يا ميسيو. عايز افكرك بحاجه، ان دستور 71 من اجراءات تهيئه الجبهه الداخليه اللي انا لسه قايل لك عليها دلوقتي. تعال نشوف دور المراه وفي العمل الوطني. في العمل الوطني يعني المراه كانت وطنيه من زمان، لكن بقى دور المراه بقى ان هي تقعد تتكلم وتقول رايها. بقى الكلام ده بقى مش موجود عندنا يا باشا، احنا عندنا الرجاله هم اللي بيتكلموا. صح وانا غلطان يا رجاله؟ قولوا صح. صح يا رجاله، اللي يقول غلط عكس كلامي يبقى راجل شاب مش نزيه. تعال بقى نشوف دور المرأة الوطني مش اللي هو الاجتماعي، بنقعد نتكلم وبقى على الفيس بقى وتقول رأيها. الله يا جدع يخرب بيت الفيس، هو اللي خلى ما كنا العبيطة ما كانش تعرفها غير أمها. دلوقتي بقى لازم كل واحدة تقول رأيها ومش عارف إيه. يا جدع أنت ناقصة يا عبط. قال لك دور المرأة بقى يا باشا في مرحلة قبل ثورة 2019. طبعا أنت بعد الفيديو ده هتلاقي اللي بيتفرج عليها رجالة بس، البنات هتقفل الفيديو. قال لك مرحلة قبل ثورة 19. المرحلة دي استجاب الخديوي ورفاعة الطهطاوي بتعليم البنات. مين؟ الخديوي اسماعيل هو ورفاعة الطهطاوي ان هم يعلموا البنات بتوعهم، فعملوا اول مدرسه تعليم بنات وهي المدرسه السنيه او السنيه بحي السيده زينب. وتاسست اول صحيفه نسائيه يقولوا فيها رايهم، تتبنى فيها قضايا المراه وتدافع عن حقوقها، اسمها مجله ريحانه، واصدرتها جميله حافظ وتحولت لجريده بعد كده. بقى يقولوا رايهم اهو من ايام الخديوي اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بعد كده مرحله بعد ثوره 19 قال لك المراه شاركت جانب الرجال في المظاهرات. الله اكبر عليهم، الله اكبر. الستات نزلوا مع الرجاله في المظاهرات بعد نفي سعد زغلول، وشكلت المراه لجنه الوفد المركزيه. الله اكبر الله اكبر. الستات ليهم دور مهم اهو، الصلاه على النبي الصلاه على النبي. وانتخبوا هدى الشعراوي رئيسا لها. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. 5 على الستات بتوعنا. والتحقت المرأة بالجامعة المصرية. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. جامعة القاهرة. اللهم صل على النبي يا باشا. 5 في عين العدل. ستاتنا وحبايبنا وبناتنا اللهم صل على النبي مولعينها من زمان. تعال بقى نتكلم عن بعد ثورة 23 يوليو عملنا ايه، او دور المرأة كان عامل ازاي. قال لك مشاركة المرأة في كافة المجالات. يا نهار ابيض، والله العظيم. دخلت لنا بقى الست بقت الستات بقى دخلنا في كل حاجة. المرأة حصلت على حق الانتخاب والترشح. يا ساتر يا رب. وبقت عضو بالبرلمان المصري، وبقى نسمع كلام الستات في حاجات هم ما يفهموش فيها. انتوا اخركم مطبخ يا جدعان، احنا عارفين كل الكلام ده. المهم حتى قسما بالله احسن الطباخين رجاله مش ستات. شوف سبحان الله. المرأة شغلت المناصب الوزارية زي حكمة أبو زيد، دي أول وزيرة للشؤون الاجتماعية. تشوف شؤون المجتمع والناس اللي غلبانين. وشاركت المرأة في النقابات العالية والمهنية والمنظمات الغير حكومية. بسم الله ما شاء الله. 5 في عين العدوى على ستاتنا.
في الفترة من 1971 المرأة شغلت مناصب وزارية، حيث عين الرئيس السادات الدكتورة عائشة راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية. اللهم صل على النبي. عم السادات هو اللي خلى عائشة راتب دي ست الكل دي، ما نقدرش نغلط في واحدة فيهم، عيب. هي اللي شغلت رئيسة أو آسف وزيرة الشؤون الاجتماعية. بعد كده شاركت المرأة في الحياة النيابية، شغلت الدكتورة أمال عثمان منصب رئيس الجامعة اللجنة التشريعية. لازم تحفظ كل واحدة اللي أنا قلتهم دول شغلت إيه. لازم لازم لازم. تعالى خلاص قربنا نخلص الدرس وأنا عارف إن أنت مليت. قال لك في فترة 81 لحد دلوقتي عملوا على تدعيم مكانة المرأة في جميع المستويات. أنشأنا كيان مؤسسي خاص بالمرأة. إيه ده؟ ده المجلس القومي للمرأة. يناقش بقى شؤون المرأة بقى في أي حاجة بقى عشان ما يوجعوش دماغنا، هم شكلهم كانوا واقعين دماغهم وقتها. تعيين أول قاضية للمحكمة الدستورية، اللهم صل على النبي، وهي تهاني الجبالي. محدش يغلط بقى في الناس بقى عشان هم بقوا دلوقتي ماسكين المحكمة الدستورية، ممكن يولعوا فيك دلوقتي. تعيين أول مأذونة أمل سليمان عفيفي. وتعيين أول عمدة امرأة بإحدى قرى محافظة أسيوط وهي إيفا هابيل، اسمها إيفا هابيل. عمده عينوها في محافظه اسيوط. حبايبنا بتوع اسيوط اللي بيتفرج علينا، اوعى تنسى ان انت كان لا مؤاخذه ماسك العمده بتاعتك واحده ست، تمام؟ فما تزعلش يا حبيبي، انت اللي عملت في نفسك كده انت. طبعا يا جماعه ده ما يعيبش اي حد، انا كل الكلام ده هو مجرد الا هزار، وان انت ما تنساش الدرس. ده ما يجيش مثلا ان انت بتغلط، ان انا بغلط في الستات او انا بغلط، بالعكس. طب ما انا والدتي واحده ست، ما اقدرش اقلل منها ولا عمري يعني اقلل من دورها كهي موجوده في حياتنا. فربنا يخليكم يا رب امهاتكم ويخليكم يعني يبارك في صحتهم كده يا رب. تعالى بقى نشوف منظمات المجتمع المدني ويبقى كده خلصنا الدرس. اخر حاجه قال لك ان انا كان عندي منظمات محليه او جمعيات مجتمعيه محليه وجمعيات خيريه، جمعيات ومنظمات غير حكوميه ونقابات عاليه. اديني بقى السؤال المهم يا مستر، يجي يقول لك دلل المنظمات المجتمع المدني دور مكمل للعمل الحكومي؟ يعني منظمات المجتمع اللي احنا عملناها دي هل بتكمل دور الحكومه؟ اه طبعا. طب اديني دليل. قال يا باشا المنظمات دي بتقوم بتدعيم الخدمات الاجتماعيه، بتدعم الخدمات الاجتماعيه، بتكملها لحد اخرها. يعني الحكومه اصدرت قرار، احنا بقى نشوف يلا ننفذوه، يلا بينا نساعدهم في الكلام ده. تاني حاجه قال لك تنفيذ برامج التنميه، وذلك من خلال الانشطه التي تقوم بها كالاتي. اسمع يا باشا. تثقيف المواطنين، بنثقفهم ونعلمهم ونعرفهم بحقوق السياسه. زي بقى انت دورك بقى في التصويت، الانتخابات والترشح للمناصب السياسيه، كل واحد ليه دور يا باشا، انت حقك تنتخب، حقك تقول رايك. توضيح علاقه المواطن بالدوله وكيفيه التعبير عن حقوقه، كل واحد ليه حقوقه وواجباته، انت ليك حقوقك كذا وليك واجباتك كذا، ما تحدهاش. توضيح مناخ يحقق الوحده الوطنيه من خلال التوعيه بنبذ العنف. يا جماعه احنا كلنا ايد واحده، ولا مسيحيين ولا مسلمين، كلنا ايد واحده، كلنا في وطن واحد. تدعيم السياسه العامه للدوله وموافقتها من القضايا الدوليه، زي حظر استخدام الالغام الارضيه، محاربه الارهاب، وحمايه البيئه. ويبقى كده حبيب قلبي درسك الطويل اللي فيه تفاصيل كتيره خلص. مستر بيجي عليه اسئله كتير ما توقعش، بس لازم يتذاكر ولازم نهتم بيه زيه زي اي درس عادي جدا، عشان احنا في عرض درجه او ربع درجه. شوف وشك على خير، اخوك وحبيبك عبد موسى.